الفيلم اللي معانا بعد كده فيلم الباب المفتوح. في ناس كتيرة ما تعرفش الفيلم دوت، وفي ناس كتيرة جدا تعرفه، واللي تعرفه عارفين قد ايه الفيلم ده جامد ومفيش زيه دلوقتي. الفيلم من واحد افضل من افلام الرومانسية المصرية، واللي قدمها برضه بشكل جميل وسابق لأحداث الفيلم. والفيلم أحداثه بتدور عن شخصية ليلى، الفتاة البسيطة صاحبة الشخصية المتمردة، وبتقع في حب ابن خالتها، لكن بتكتشف إنه هو ما يختلفش عن أبوها اللي هو دايما يكون مفتري ومش حلو، فبتسيبه وبتفقد ثقتها في كل اللي حواليها لحد ما بتقابل صاحب أخوها المتفتح اللي أحسن حد في الدنيا بقى، وتبدأ رحلة الأفكار المتجمعة بقى والكلام ده كله في نطاق رومانسي وجميل. الفيلم بطولة فاتن حمامة، حسن يوسف، شويكار، محمود مرسي، صالح سليم، ناهد سمير. وتاريخ الإصدار الفيلم سنة 1963، ومن إخراج هنا ريبركات.